الحقيقه لو سمحت عايزين نسمع بعض بعد الزوج شبابنا الجميل اللي بهروني النهارده 4/4 النهارده عيد ميلادي بالفعل. انا اتولدت في 4/4. كنت زعلان شويه من الناس اللي عايزين يعطلوا مسيرتنا وينزلوا فيديوهات ويخطبوا الدنيا. احنا طالعين قدام، الناس عايزه ترجعنا لورا. اشمعنى في المحور كنا حزين جدا، قضيت ليله حزينه جدا، لكن اللي انا عشته النهارده في جزيره ابو عمرو انا بالفعل اتعمل لي عيد ميلاد النهارده. ولكن بالفعل بأنصارها بشبابها بنسائها برجالتها بهذا التجمع وهذا التنظيم الجميل. انا اعطيت النهارده ايه علشان نموذج يا شباب ده الورق لو سمحتوا. انا عايز اقدم نموذج لكل قريه في محافظه الشرقيه. وانا جاي النهارده ومش جاي لوحدي، ده انا جايب رجالتي معايا. كل وكلاء اول الوزارات جنبهم، مش جاي لوحدي. وكيل وزاره التموين، وكيل وزاره الصحه، وكيل وزاره الزراعه، وكيل وزاره التضامن، وكيل وزاره الشباب، كله مش عايز انسى حد. قاعدين على المنصه في هذا البلد الجميل. اولا علشان نقول ان احنا بنيجي للناس اللي تستاهل ان احنا نتحرك لها. الشباب هنا قدموا نموذج حلو قوي، وانا اعتقد يمكن الاعلام موجود معانا النهارده وهذا اللقاء زي بث اعلامي. عايز اقول لكل قريه في محافظه الشرقيه احنا مستعدين نيجي، بس قدم السبت تلاقي حد قدم عشان اجيلك، اعمل شغل علشان اجيلك. دي بلد فيها تنظيم زي ما قال اخونا العزيز. هنا في جمعيه نظمت تقريبا كل حاجه، وفرت عليا حاجات انا المفروض اعملها. الخبز بيتنظم، بتاع البوتاجاز بيتنظم، حاجات ثانيه اتنظمت، زرع على مداخل القريه. ده الشباب اللي انا بنتظره. والرئيس السيسي لما جاب واحد زي سني مسكه محافظ، ده مش تهريج. اسمع يا عم انت وهو، ده مش تهريج ولا هبل. اولا لازم يجي محافظ يتحرك يبقى في كل مكان، مش جاي عشان انام في مكتبي اموت على المكتب اللي انا فيه. ولا قادر تلاحظوا ان انا في كل مكان. النهارده يمكن عملت 7-8 زيارات، ما بين وحده صحيه، على بيت عرابي، على ما اعرفش فين، على زياره والد شهيد، ما اعرفش احنا رحنا فين وفين النهارده. جاهزين نشتغل. علشان كده ندي رساله زي ما قال الاستاذ سلامه، وزي ما قال الناس، وزي ما قال الدكتور عثمان، رساله للشباب. يا شباب بكره جاي، وبكره بتاعكم، وابوك وابويا ايده في ايدك، لان ابوك وابويا من مصلحته ان بكره يبقى احسن من امبارح. الناس الكبار والحكماء اللي موجودين هنا عايزين بكره يبقى افضل من امبارح. فانا جاي بالفعل على نموذج جميل. انا عجبني قوي يعني تدافع الشباب وتدافع الاطفال، حاجه ده شيء تلقائي زي ما قال الاستاذ سلامه وكيل اول وزاره التضامن. ده شيء تلقائي، حب تلقائي. ربنا يديمه عليا، ربنا يديمه عليا بالفعل، وان احنا بالفعل نحقق ده. التجربه في جزيره ابو عمرو تؤكد ان احنا نقدر نقدر نعمل حاجه ونقدر نغير، والشيء السلبي نقدر نغيره ان شاء الله. فانا ببعت رساله لكل شاب في هذه القريه الجميله. انا بشكركم شكرا، مش انتوا اللي تشكروني، لا انا جاي علشان اوجه لكم الشكر، لان انتوا قدمتوا نموذج جميل ان احنا نقلده في كل قريه. وبقول يا شباب قرى محافظه الشرقيه اتفضلوا هدوا نفسكم، والله هتلاقوا نفس الفريق جاي عشان نشتغل. لان بعد كلمتي دي باذن الله الساده وكلاء الوزاره مش جايبينهم منظر ولا جايين المنظر. لو في مشكله في التعليم معايا وكيل وزاره التعليم، لو في مشكله في الصحه معايا وكيل وزاره الصحه، لو في مشكله في التموين معايا وكيل وزاره التموين. الدوله كلها هنا في جزيره ابو عمرو. وبالتالي عايز اوصل رساله، احنا مش جايين نهزر. يمكن بعض الناس تصوروا هو الرئيس السيسي دماغه فين؟
بقى جاي من الشرقيه واحد كده لسه ورور زي ما بيقولوا. ايه ده؟ لا مش ورور ولا حاجه، احنا اتعجلنا بطين البلد دي، احنا اتعجلنا بطين البلد دي. ما ينفعش عشان ده الصوره تبقى واضحه. بحكم ان انا فلاح، نشأت فلاح، ايدي دي بشتغل في الارض، زي ما قال الدكتور عثمان، كنت يتيم، اشتغلت، تعبت، واجهت صعوبات الدنيا صنع الانسان اللي موجود قدام حضراتكم دول. بقول لكل يتيم او كل شاب بكره احسن، بس اشتغل عشان بكره. محدش يتخيل ان احنا صغيرين، لا لا لا، واذا حاول حد يتضرب علينا احنا نضربه ونلف ونخرج بلا شيء. فما تقلقوش، ما تقلقوش خالص. اظن الكلام واضح، كلام ما فيش حد يصيح عليه. انا بقولها بالبلد يمكن التلفزيون بيصور، اللي بيفكر انه يفتكر نفسه بيفهم واحنا اغبياء يبقى غبي، يبقى غبي وستين غبي. اظن الرساله واضحه، انا حبيت اوصل، واي حد بيفكر انه يعطل المسيره بتاعتنا يبقى اهبل ويا ست شغلانه ثانيه. مش عارفين حد يعطل الشباب الجميل والنماذج الجميله اللي جاي تشوفها هنا النهارده دي. هنطلع لقدام مش هنرجع لورا. البلد بتاعتنا عايزه تطلع لورا، صح يا ولاد؟ ولازم